حنسوي لكم سمك مسقوف بتمر الهند ونحل مشاكل التمن الاحمر لما يكون معجن. راح اجيب شويه من تمر الهند واضيف عليه عصير ليمون وفوقها شويه ثوم مهروس، وراح اضيف عليه شويه ملح وزيت زيتون واضيف له شويه مي واحركه زين. بعد راح اضيف له شويه من برش الليمون واحركه لحد ما يصير عندنا صوص. راح اخليه فوق السمكه واخليه على النار هادئه تنسقف مده ساعه ونص او اكثر. حتى نحل مشكله التمن الاحمر اللي يعجن دائما عندكم راح استخدم تمن مشكور. واكيد لما رمضان راح تصير احلى ويتمن مشكور حبه طويله ارز بسمتي راح يخلصكم من هواي مشاكل. راح اغسله كل زين ونقعه مده 20 دقيقه وطبخه بطريقه البزل نص استواء. خليه بمي مغلي مده 10 دقائق حتى يصير عندنا نص استواء واصفيه. حتى بعد راح اسوي الصوص اللي هو عباره عن بصل وفلفل اخضر ونوم بصره ومعجون راح امسه كل زين واضيف عليه الماي واخلي الصوص يفور على النار لمده 10 دقائق. بعدها راح اضيف التمن مطبوخ نص استواء للصوص واحرك كل زين واغطيه لمده 10 دقائق الى ربع ساعه لحد ما ينشف عندنا التمن. بعدها راح يستوي عندنا التمن ويصير عندكم بهذا الجمال ويا الصوص والسمك هذا الرهيب. لا تنسون تسووه بطريقتي بتمن مشكور.